تخيل إنك جالس في أمان الله وتسمع صوت طقطقة في الصالة. تروح تلاقي البلاط طالع من مكانه واقف فوق بعضه كأنه جبل. ايه السحر ده؟ أهرامات الجيزة دي ولا ايه؟ تعالى أقولك السر الهندسي وأنا في الطريق. الموضوع لا هو سحر ولا بيت مسكون. الموضوع ببساطة هو التمدد. البورسلين أو السيراميك زي أي مادة موجودة بتتمدد مع الحرارة وبتنكمش مع البرودة. اللي بيحصل في أغلب البيوت إن المبلط بيقفل البلاط أيا كان نوعه لحام في الحام بدون أي فراغات سبيسرز. لما البلاط يبقى عايز يتمدد ما بيلاقيش مكان يروح فيه فبيضغط البلاط على البلاط اللي جنبه، والقوة دي بتخليه يقبع أو يقب لفوق. طيب ايه الحلول الهندسية عشان ما نقعش في المشكلة دي؟ فواصل التمدد السبيسرز لازم يبقى فيه مسافة ما بين البلاطة والبلاطة أقل حاجة 2 ملي. الترويبة الصح، استخدم ترويبة نوعية ممتازة تتحمل الحركة البسيطة للبلاط. فواصل الغرف في المساحات الكبيرة، الغرف اللي أبعادها أكتر من 5 في 5 لازم يبقى في فواصل تمدد تحت النعلة اللي هي الوزرة عشان البلاط يتحرك في سماحية ليه. نصيحة اون رود، لو المبلط قالك شغل اللحام أجمل قوله الأجمل إن البلاط يعيش وما يقبعش في وشي بعد سنة. لو حصلت معاكم المشكلة دي اكتبولي في التعليقات ازاي عالجتوها. أنا مهندسكم اون رود، ضربكم خضر وعملكم صخر.